هذه نماذج أعرضها لعادة كان النبي يرفضها، كسحوة من زوج أو من ولدي لرؤية للصهر أو لوالدي، إذ هي تمنع حقوق الصبية في العطف والإرضاع والرعاية أمام كل والد وصهر عم وخال بمدار الدهر، لا ضررا في الشرع لا ضرارا، قد قالها نبينا جهارا، كذاك لا إفراط لا تفريطا، فالوسط العدل به أنيطا. أصل علوم الشرع كل أوضحه، درء المفاسد وجلب المصلحة، في السحوة المفاسد الملاحظة وهي لا ترمز للمحافظة، سيان فيها صالح وطالح، فالكل في سبيلها يكافح، أعراضها الخجل